أخي الجمهور السوري فظيع. تعال معي نخبرك ليش. تارك كل شيء ونازل بالممثلين السوريين يلي هن أصلا عبارة عن شريحة من الشعب السوري وعاشوا ما عاشناه. يعني ممكن يكونوا بلحظة كانوا مؤيدين وبلحظة كانوا معارضين وبلحظة كانوا شركاء بهي الحرب الأهلية اللي كلياتكم اليوم عم ينكروا وكلياتنا بنعرف إنه كانت حرب أهلية. عم تحمله ممثل عنده أولاده وعائلة وكل شيء، دور أكبر من حجمه، هو ما سياسي، هو عبارة عن ممثل. قد يكون كان تحت ضغط، قد يكون في ألف قد يكون ويكون. عم تحملوه إنه لازم يكون موقفك هيك ولازم تبعد ولازم تسوي ولازم. وعلى فكرة هن الشريحة الوحيدة اللي صدروا سوريا عربيا وعالميا حتى. هن الأشخاص الوحيدين اللي بيخدمونا بشكل صح للخارج. هن الأشخاص الوحيدين اللي يعتبروا جواز سفر للسوري، لانه ببساطه نحن ما عندنا انجازات تانية غير هذا الانجاز، الدراما العربيه حقيقه كسوريا. يعني نحن ضعيفين بكل شيء غير هذا الشيء، ضعيفين تاريخيا، ضعيفين سياحيا، ضعيفين علميا، ضعيفين ثقافيا للاسف. تصديريا انا عم بحكي، قد يكون في عندنا كثير شخصيات ثقافيه بس تصديرها كثير ضعيف غير برا الدراما. فحاج تحمله كائن اكبر من حجمه، هو مجرد ممثل. هو مشخصاتي طالع ليمثل. قد يكون في ناس مع شهادات جامعية وبروفيسوريين قد يكون في حدا ما معه غير شهادة سادس بس هو عنده موهبة التمثيل. فحاج تحملون دور أكبر منهم، وأنتوا ذات نفسكم يعني عندكم ثغرات فظيعة ملانة. فبكفي هني ناس مثلنا وبيشبهونا وبنشبههم، وعندهم مشاعر وأحاسيس وكل شيء. فبكفي.